ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد كل الارقام اللي بتجيلي. ايا كان الميزانيه اكتبيها. تعالى اقول لك انا بجيبه ازاي وبخزنه. انا بجيب الكرنب طول الشتاء وبخزنه. كنت جايبه السبع كرنبات دول ب70 جنيه، والله العظيم كنت جايبه 7 بنات. كنا اخر النهار واخر 7 عند الراجل، مسكتهم سلقتهم سلقه حلوه كده بشويه لبن. الفيديو موجود كامل عندك على الصفحه. وبطلع الكيس احطه في شويه ميه زي ما انت شفتيه في اول الفيديو، واول ما يبتدي يفك من بعضه كده بعصره زي ما انت شايفه واحده واحده. لو كان عندك وقت تسيبيه بقى يتصفى مع نفسه، بس بما اننا في الشتاء وبياخد وقت في السلق. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لسه هنزل لك كمان بقيه تخزينات الشتاء وهتنفع معاكي في اوقات رمضان وغير رمضان. هنا بوريكي الكرنب ورقه ورقه مش مقطعه، خدي بالك بالراحه عشان ما تقطعش. هتقولي لي يا سمر انت مكلكعه كده ليه؟ هقول لك يا اختي انا كنت عاملاها هرم وقع مني، كان يوم طويل عريض في السلق، كنت رصاهم فوق بعض. وبعد ما خلصت هوب راح الطبق اتقلب. مش عايزه اقول لك بقى ماليش مراره اقعد ارص واحده واحده تاني، فرحت ماسكاهم زي ما هو عبيتهم في الكيس. وشويه طماطم بقى، الطماطم رخيصه برضو هخزنها وهنزل لك الفيديو بتاعها. وهعمل شوية محشي بنص فرخة، مش هيكملوا معاكي ال120 جنيه ده بالفراخ. ومن غير فراخ والله ما هيكمل معاكي ال60 جنيه ببديل الشوربة. حتى الخضرة كمان هخزنها معاكم. أنا كنت جايبة ب10 جنيه الخضرة، كنت جايبة 7 خضروات وعليهم كيلو رز، كيلو إلا ربع رز. والطماطم طلعت كيس من الفريزر وخزتيها وخزنيها اليومين دول رخيصة. وهعمل محشي في ساعة زمن. ورق الكرنب ولا هيشد ولا هيمط ولا هيتقطع، وريتهولك ورقه ورقه زي ما انت شفتيه في اول الفيديو. وهديهم تقليبه وهلف الحله دي في نص ساعه. المحشي طول عمره بياخد مننا وقت. في الشتاء كلنا مبنبقاش قادرين نقوم ونتحرك ونعمل الكلام ده. فوالله لو جربت التريكات دي من سلق كرنب او قرنبيط او في سبانخ ايا كان الخضار اللي ينفع يتخزن خزنيه وبطريقه معينه ان شاء الله ان شاء الله مش هيتهري منك ولا هيبوظ. والاهم من كل ده ان انت بتجيبيه رخيص وهينفع معاكي في ايام رمضان، ينعاد علينا وعليكم بخير ان شاء الله. انا خزنت 7 وان شاء الله ان شاء الله هجيب تاني واخزن. بما ان ده موسم الكرنب مسكت الكرنبايه خزنتها. بصي ورقه ورقه اهي زي ما انت شايفه، ولا ورقه مقطوعه ولا ورقه مهروله. الرز خلص مني فاضطريت اشيل باقي كيس الكرنب الحله تانية. اليوم تاني هبقى اعمل معاه ورق عنب. الصباع جميل ما اتقطعش ما تهراش. للناس اللي بتقول بيتهري وبيبوظ وبيشد والكلام ده، ما حصلش الكلام ده. حطيت الحله على النار. حتى الليمون بجيبه خزنه، كنت مخزنه الليمون الكيلو ب8 جنيه بطلعه في كوبايه. الليمون بقى اللي انا محتاجاه 2 3 ويفك على مهله. كل اللي انا كنت جايباه جبت كمان نص كيلو فرخه. هاتي الفراخ لو رخيصه اول الشهر وقطعيها تمانيات. ده نص فرخه جناح بجزء من الصدر زي ما انت شايفه كده. وباقي الصدر بعمل بيه اكله تانية. طلعت 4 صدور او نص فرخه زي ما انت شايفه. طبعا بشيل الدبيس لوحدها، الصفحه لوحدها، الكتف لوحده زي ما انت شفتي كده. وملح و7 بهارات وفلفل وبصلايه ومدعكه الفراخ بالكلام ده. عايزه اقول لك لو انت عامله جناح حتى يعني اجنحه عموما وتبلت التتبيله دي في الفراخ هتنقلي طعم الفراخ في حته تانية ومحدش هياخد باله ان دي كانت في الفريزر. عشان كلكم قلتوا ان الفراخ في الفريزر طعمها بيغير. جربيها على ضمانتي وهتدعي لي. طعم الفراخ بيبقى مسكر مع البصل المتبل اللهم بارك. يا سمر بتحطي 7 بهارات في الفراخ وانتي بتتبليها؟ اه والله العظيم وبحطها في الشوربه زي ما هي. حلوة جدا. طعمها حلو حلو حلو. بتعلي الشوربة بدرجة مش معقولة، بتخلي طعمها حلو قوي. كمان تقدري تعمليها مع الأجنحة زي ما أنا قلتلك، مش هتغير طعمها. ال7 بهارات تركة عالمية. صلي على الحبيب قلبك كتير. ارجع افكرك لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها، وانا ان شاء الله وفضل من الله هعمل لك ميزانيه باقل اسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. انا كل يوم بنزل فيديو جديد اذا كان للاكل الروتيني اليومي او حتى ميزانيه. كمان بنزل لك ميزانيه بوستات او اكلات يوميه ايا كان. انا بنزل لك كل يوم فيديوهين جديد وبعمل لك واحد معاد نشر، وده لازم عشان خاطر الريتش بتاع الصفحه. صلي على الحبيب قلبك كتير. دعكت الفراخ زي ما انت شايفه كده فوق وتحت وتحت الجلد اهم حاجه. ولو في جزء فيه لحوق صدر كده مليان لحم بخرمه بالسكينه زي ما انت شفتي عشان احشي فيه البصل المتبل ده. ده كان بالنسبه للفراخ. سيبيها بقى لحد ما الميه تغلي وانزلي بيها اول ما الميه تغلي. الليمون في الكوبايه زي ما انت شايفه هيسيح. جبت كمان ربع كيلو لسان عصفور ب6 جنيه، والله كان ب5 ونص مش ب6 جنيه. الميه تغلي هنزل بالفراخ. المحشي عشناه في نص ساعه ما خدش مني وقت. هاتي الكرنب خزنيه هيفرق معاكي. عملت غدا ل4 افراد هيقعد يومين. اول يوم بالفراخ وتاني يوم هناكل المحشي والعصفور ارديحي. وهغرف الاكل الجميل ده. معلقه الصلصه اللي انا شلتها في اول الفيديو وانا قبل ما احط الرز حطيتها معلقتين كده مع شويه كزبره وزيت. واديت تشويح بيها الفراخ بعد ما استلقت ودخلتها الشوايه طلعت بالمنظر القمر ده. الشوربه اللي طلعت برضو عملنا سوينا منها المحشي وكمان عملنا منها لسان عصفور.